أم وبيت ومسؤولية وغربة، وكمان بادرس برمجة. قررت هي دي بقى رحلتي اللي انا عايزه اشاركها معاكم، ازاي صناعه المحتوى في وسط كل التحديات دي، بسبب ان انا قابلت امهات وستات كتيره جدا نفسهم يصنعوا محتوى وعندهم فكره عايزين يقدروا ان هم يطبقوها، بس شايفين ان الموضوع صعب ومستحيل، لانهم دايما بيشوفوا صناعه المحتوى من وجهه نظر مختلفه على السوشيال ميديا، مش من وجهه نظر فبيحسوا ان هي دعايه، او ان هم وراهم حاجات كتيره جدا يعملوها، لان لازم يبقى معاهم فلوس كتيره قوي عشان يقدروا ان هم ينفذوا حلمهم. بس انا جايه اقول لك ان انا اتعلمت كتير قوي في رحلتي دي، خسرت كتير وفي حاجات كتيره جدا ضيعت لي وقت ومجهود مش طبيعي. فعلشان كده حابه ان انا اشارك معاكم رحلتي، علشان انا متاكده ان انت تقدري ان انت تصنعي المحتوى وانت مسؤوله وام بكل اللي وراكي. انا عارفه ان احنا بيبقى ورانا حاجات كتيره جدا، بس صدقيني الموضوع مش مستحيل ان انت تقدري بسهوله تحققي حلمك، علشان ما تعمليش غلطاتي وتضيعي وقت كبير ومجهود كبير، واوقات كمان بتكون فلوس. تابعيني، لان ان شاء الله كل الاسبوع بقول لك فيه تيبس مهمه جدا ازاي ان انت تقدري تصنعي محتوى خاص بيكي وتكوني ناجحه فيه مع البيت والولاد.